الموبايل اتحول لسجن فعلا، وانت جوه السجن ده اتغسل دماغك واتلعب في مفاهيمك. وخليني اقول لك ده حصل ازاي. ما هو ايه فكره السجن؟ انه يعزلك عن كل اللي حواليك وانك ما تقدرش تهرب، انه يحوطك باسوار ويسمعك الكلام اللي اداره السجن عايزاك تسمعه. ما الموبايل بيعمل كل ده. زمان كان الواد الصايع قليل الادب اسمه واد صايع وقليل الادب عادي، ما كانش اسمه وائل يعني، وما كانش حد بيرتبط بيه غير اللي شبهه. دلوقتي ايه اللي حصل؟ اتغير الاسم بس، بقى اسمه باد بوي. وفجأة سبحان الله بقى الباد بوي ده حلم البنات كتير. بعض البنات بيكون في حياتها انسان محترم ومتربي، بدل ما تحمد ربنا عليه بتدور على قليل الادب او الباد بوي. هو ده فتى احلامك؟ ده احنا زمان ما كناش بنرضى صاحب. بدل ما تقول انا بخون مراتي مع واحدة تانية وانا زوج خاين ومش مسؤول وبرتكب كبيرة من الكبائر اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها، بقيت تقول انا بروش. كلمة ماشي مع حد كلمة قاسية وصعبة محدش يقبلها على نفسه، غيروها وبقى اسمها مصاحب. الأب اللي كان ليه قدسية بعد ربنا سبحانه وتعالى ورسوله، بعضهم دلوقتي بقى بيتشتم عادي وبقت حاجة ينفع نهزر فيها. وفي موقع معين من مواقع التواصل، أنا مش هقول اسمه وأنت هتعرفه لوحدك، الموقع ده مشهور بالعيال اللي بتشتم أبهاتها، ولو أنت محترم ومش عايز تشتم أبوك هيخلوك تتريق عليه، تكتب عنه موقف يضحك الناس عليه، تعمل فيه مقلب سخيف وعدت.